مبادرة محمودة من جماهير النادي الإسماعيلي إلى شعب بورسعيد الباسل إلى جماهير نادي المصري بمناسبة إلغاء الحكم بهبوط النادي المصري للدوري الدرجة الثانية. هذا الحكم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم. بعض من جماهير ومحبي وعشاق النادي الإسماعيلي ومحبي منطقة القناة اليوم في زيارة وإفطار جماعي مع النادي المصري في استاد بورسعيد مساندة لشعب بورسعيد ودعما لعودة الاستقرار والنشاط الرياضي إلى مصر. أحب أن أنوه في البداية أن هذه ليست الزيارة الأولى، هذه هي الزيارة الثانية. ففي شهر مارس قام وفد من جمعية بزيارة النادي المصري مؤازرة ومساندة له، وبالتأكيد هذا الحكم يمثل انصافا لحق النادي المصري ورفع الظلم والجور عنه. طبعا دي يعني مبادرة من شعب اسماعيلية، واحنا طبعا جمعية اسماعيلية بلدي يعني دي تاني مرة ان احنا نقف مع اخواتنا البورسعيدية على انصاف الحق وظهور الحق من المحكمة الدولية للنادي المصري. ثانيا احنا ان شاء الله تعالى بنلم الشمل النادي الاهلي واسر الشهداء والنادي المصري. فان شاء الله تعالى احنا بنعمل عملة لله تعالى وللتاريخ ان احنا بننصف الجمهورين المصري والاهلي سليم كده، علشان نعمل مبادرة تاريخية نجمع للم الشمل تاني ونحقن الاطرس الزملكاوي او الاهلاوي او المصراوي، ونرجع تاني لحضارة في عهد الرئيس القادم محمد مرسي. احنا خط القناه واللي دايما يعني متسوحين في اي حرب، وبعدين مثقفين في ان المشاكل ما بتولدش الا المشاكل. فاحنا لما رحنا المره الاولانيه عشان نصلح ما بين الطرفين، ويبقى جماهير المصري مع جماهير الاهلي مع الالتراس ده وده يبقوا محترمين مع بعض، لان حقن الدماء هو لما يحصل واحد يموت تاني او واحد يموت تالت، ايه اللي يحصل؟ واحد يتعور تاني او تالت، وبعدين احنا هنيجي لبعض ونروح لبعض تاني، الدوري طويل. المبادرة الثانية لما الحكم التاريخي بتاع بره بيشوفوا الارتقاء بقى بتاع الحكم بتاع الرياضة اللي ما فيهوش لا معارضة ولا في استئناف. المفروض احنا نحترم حكم القضاء في ظل الثورة اللي احنا موجودينها. احنا الثورة قضت على الخوف، ولكن ما قضتش على الاحترام بقى، ضيعت الاحترام بينا في ان كل واحد ليه رأي وكل واحد عايز يقوله وعايز يقوله. ولكن احنا بنحب بلدنا، وعشان بنحب بلدنا بنصرف من جيوبنا عشان نرجع جمهور الاهلي مع جمهور المصري مع جمهور الاسماعيلي. ودي مبادرة طيبة من الجمعية علشان نلم شمل أسر النادي الأهلي والنادي المصري كلهم أخوات حبايب مع بعض، وليسود ثقافة جديدة في المجتمع الرياضي. وإحنا دايما الإسماعيلوية بنمد إيد الخير دايما لأهل بورسعيد حبايبنا وإخواتنا، وكذلك لإخواتنا النادي الأهلي. عايزة أهدي الدنيا، البلد تهدى، واسماعيليه وبورسعيد طول عمرهم اسره واحده وعيله واحده، لان احنا محافظات القناه المفروض ان احنا عانينا كتير قوي، فالمفروض ان احنا بنحب بعض. فبالتالي يعني المفروض الموضوع يهدى بيننا وبين المحافظات، بالذات محافظات القناه وبالنسبه لكل المحافظات. يعني والله انا بوصل رساله بقول ان شعب الاسماعيليه وشعب بورسعيد من قديم الازل ايد واحده، ودائما أسرة واحدة على مائدة واحدة، ودعوة للم الشمل. لازم يبقى في نقول رسالة بتوجه من خلال هذه الاحتفالية الكبرى لجميع الأندية وجميع رابط الأندية. بندعوهم إن كل الرياضة المصرية لابد أن تتحد، ما فيش حاجة اسمها أهلي وزمالك وإسماعيلي، كلنا رياضة واحدة وبنشجع لعبة واحدة، وربنا يا رب يعلي من رفعة الوطن. عايزين والله احنا لازم نحب بعض ونقف جنب بعض، ومفيش حاجه اسمها نادي يلعب لوحده والنادي التاني يلعب لوحده. يعني شعب بورسعيد وشعب اسماعيليه لازم يقفوا جنب بعض، علشان احنا لازم نعمل كده عشان نلم شملنا ونرجع تاني زي ما كنا. طبعا دي فرحه طبعا لشعب اسماعيليه قبل ما يبقى لشعب بورسعيد. وطبعا احنا بنبارك لشعب بورسعيد على حكم المحكمه العادل والناصف لشعب بورسعيد وللنادي المصري ورجوعه للدوري المصري مره اخرى. هذا بخلاف نتمنى ان شاء الله نبارك ليهم ايضا لبراءه المتهمين من ابناء شعب بورسعيد، لان طبعا العمل الارهابي اللي حصل في العمل السابق كلنا عارفين انه ده عمل سياسي وليس عمل من اشخاص او من جماهير النادي المصري. وصل رساله لجمهور بورسعيد، يعني
عاوز اقول لجمهور اسماعيليه قبل الخبر ده خبر فرحه وسرور. اصل مصر ظلم كتير يعني، وانا عندي قناعه تامه مليون في الميه، مش 100 مليون في الميه، الموضوع الحدث ده ما خرجش عن البلطجيه، مش من دول مش من بورسعيد ابدا يعني.